دود انا عايز اعمل معاك يعني تسجيل، تمام؟ بقالي فتره طويله، وهو ادينا جبتك اهو. نعمل تسجيل، هندخل نتكلم في حاجات كتيره، بس في انا الاول قاعد معاك. جاوبني. بص انا هحط قدامي مايك، اقول لي اتكلم، انا هقعد اتكلم لحد ما تقول لي خلاص احنا تايم اوت، انا مش هسكت. خاصه لو الكلام على الافلام. اه قول لي انت ايه اللي تفضله اكتر؟ ليه جلسات الكلام على الافلام كده حاجه يونيفورمك جدا، ولا بس افتح واقعد ارغي براحتك مفيش مشكله؟ اتفرج عليها ولا ده التايب وده. اللي انا بعمله؟ انا كل حاجه ليها مزاج. يعني انا ريسنتلي مثلا كنت بتفرج على ناس، حد اسمه مستر سانداي موفيز باين بيعمل بودكاست. بعشقه ايوه بعشقه. بيقعدوا يتكلموا اللي هو كارفان اوف جاربج. ايوه ايوه. بقعد اتفرج على حاجات، ده بالنسبه لي، والحاجه بتخلص بخش في اللي بعدها على طول. بودكاست اتنين بيقعدوا يتكلموا كده، بيسفوا على حاجات، مش فكره ان هم بيسفوا في حاجات بتبقى عاديه حلوه بس بيتكلموا عليها عادي، بس هم مسمينه كارفان اوف جاربج. ده مثلا وانا بلعب فيفا او حاجه بشغله في الباك جراوند، بس ببقى مبسوط جدا جدا. Amazing. وانا سايق امبارح الدنيا كانت زحمه جدا، ورحت من المهندسين للتجمع موال، و و و وفضلت مشغله في العربيه. بص رائع. انا مبسوط جدا، هو مستر مسلي سانداي جدا. موفيز بسمعه من وانا في الجامعه. كنت يعني منزل ابل بودكاست مخصوص عشان اسمع بس مستر سانداي موفيز. وأون ذا أذر هاند ذا بقى، ويكلي بلانت اسم البودكاست. ايوه صح. بس انا بسمعه على اليوتيوب عادي، هو مجمع الحاجات كده ورا Yeah, بعض yeah. يعني. اون ذا اذر هاند بقى في نوع تاني خالص مختلف. يعني حاجات اللي هي ممكن اقول لك every frame a painting، والحاجات اللي هي الفيديو اسايز المنظمه، انت عارف انت هتقول بتحاول توصل لايه بتاع. بس في حد اسمه باتريك اتش ويلمز، انا بحبه جدا. هو بيعمل حاجه ما بين الفيديو اسايز وما بين ان هو بيتكلم على الافلام عادي. يعني هو بيعمل ميكس كده. يعني مثلا كان في حلقه بيتكلم فيها عن الهورر موفيز عامه، او بيتكلم عن الموفي مونسترز ليه ما بينجحوش او حاجه كده. فهو كان عامل ان هو الكهرباء قطعت وهو نازل تحت في القبو بيصلح الدنيا. اوكي. بس مثلا انت بتشوفه بيتكلم شويه، بعد كده بتروح لحته كده مونتاج ومش عارف ايه، بعد كده بترجع عليه تاني وبتاع. بيتكلم على افلام الاكشن، فهو بيجري ورا ناس من الكرو علشان بيصوروا من غيره في حاجه معينه كده. فالدنيا تحس بيخلق قصه من الموضوع. بيخلق قصه في حاجات كان بيعملها. بيقول لك الفيلم الفلاني and why it's great. مثلا بيقول لك هوم الون and why it's great. هو بيتكلم فعلا ان هوم الون is a well made movie actually. هو فعلا فيلم حلو فشخ، مش عشان احنا نوستالجيك وعشان كده، لا ككرافت هو فيلم فعلا حلو. فكان ليه حاجه كده لما بيعمل الافلام دي دايما ان هو قاعد بيسكر، فاهم؟ وقعد مصحي ابوه وامه من النوم، قعدوا على الترابيزه، والكاميرا بتيجي عليه وهو بيتكلم اكنه بيتكلم معاهم، بتيجي عليهم في النص يعني، بتيجي عليهم هم كده. بعد كده الكاميرا لما بتبقى عليه خلاص هو باصص للكاميرا اكنه بيكلم اهله. اوكي. بس انت بتعيش معاه بقى، وبيقطع وبتاع، بعد كده في النص بص تلاقي اهله قاعدين وهكذا. انا بحب ده وبحب ده على حسب المود وعلى حسب انا عايز اسمع ايه. انا اوبن جدا لاي حاجه. يعني انا بالنسبه لي مفيش طريقه ديفينيتيف ان انت تتكلم بيها عن الافلام. مفيش حد صح مفيش حد غلط، لان هو اصلا الافلام هي سبجكتيف. بتلاحظ ان في نوعا ما فن من الموضوع ده؟ طبعا انا every frame of painting في حاجات فعلا يعني art pieces يعني. التفكير اللي عندك والربط بتاع الافكار، وان انت عايز توصل لحاجه منطقيه، او في حاجه انت انا ما اعرفش هل كل الحلقات ماشيه بالحاجه دي، بس انت ممكن يبقى عندك احساس معين وبتحاول تفاليديت الاحساس ده، تحاول تلاقي على حاجات، تدور على حاجات تثبت ان الحاجه اللي انت حاسسها دي صح ليك انت اولا قبل الناس. بس الثينكينج بروسيس بتاعتك بتبقى انا حاسس بالحاجه الفلانيه دي، تعال لما ادور على حاجه عشان اثبتها. او ان الموضوع فري، وانا ماشي كده لقيت ان الحاجات كلها بتسمع في حاجه انا مش مقتنع بيها قوي، بس تعال نشوف الدنيا رايحه فين. سواء كده او سواء كده، الموضوع انترستنج جدا. اعتقد الناس every frame a painting او مثلا باتريك اتش ويليامز، انا متاكد ان هو he's having fun باللي هو بيعمله ده. يعني هو فعلا هو قاعد مبسوط بالكل الشو ده، ومتاكد ان هو فعلا عنده understanding اصلا بالافلام، واندرستاندينج بازاي يوصل فكره معينه. يعني كان عامل فيديو برضو كان عامل فيديو على زاك سنايدر اوكي بشكل عام، وكان بيتكلم ان هو عارف لما تحس في حد فعلا عرف يعبر عن حاجه انت فاكرها بس انت ما عرفتش تحطها انتو ووردز. هو كان بينصفه في حاجات، وفي حاجات بينتقدوا فيها، بس هو انا مش عايز احرقه، بس يعني اتفرج عليه، مش عايز اقول لك الخلاصه. دي الجمله اللي انت قلتها دي مش طبيعيه. ان انت بتتكلم على حد بي ريفيو حاجه او يعني حاجه ليها دعوه بالسينما، شخص بيريفيو الشيء ده وانت بتقول مش عايز احرقه. فده دي لحد وحدها حته نتكلم عليها. ان فعلا فكره ان مش بس قاعد تتكلم على افلام او قاعد بتحلل فيلم ومش عارف مين،
ده لوحده فن ويطلع منه متعه بنت لذينه. ده السبب برضو ليه الحاجات الناس اللي بتحلل كوره، الناس اللي بتحلل مزيكا، ده سبرت من الارت فورم ذات نفسها. وايوه صناعه الافلام شيء جميل، وان انت تعمل الفيلم، ان انت تصور فيلم سواء كان فيلم روائي مسلسل وثائقي whatever، ده حاجه. وان انت تريفيو الشيء ده، تتكلم عنه، تشوف انت فهمت منه ايه، حللته ازاي، وهكذا وكذا كذا، ده برضه ممكن يكون متعه تانية منه. انت دلوقتي حاسس ان انت تنجذب لايه اكتر؟ انت جاي في دماغك حته ان انت تكون في الكرييشن بتاع البرودكت ذات نفسه، ولا انت تحب اكتر تحليله وتشوفه وتتكلم عليه وهكذا وهكذا؟ كافلام انا فليكسبل في الاثنين، انا ما عنديش مشكله في الاثنين. يعني انا في بروجكتس عايز اعملها، بس انا حاسس ان الاثنين منفصلين على بعض. يعني مش معنى ان انت يعني بيسموها هيندسايت، ان انت لما تشوف حاجه بعد ما بتحصل فتشوفها بشكل افضل وتعرف تحكم عليها. كان في ايج اوف اولترون قال لك on the benefit of hindsight، راح واحد بيديله اوبر كات وطاير وبتاع. يعني لو ناوي يسيت، فاهم؟ بس هي ما فيش شطاره ان ناوي يسيت. انت الفكره ان انت تعرف تعمل الحاجات دي قبل ما يبقى فيه حاجه. يعني دايما هتلاقي ناس تحلل الماتشات يقول لك لا بس هو كان المفروض ينزل مش عارف مين الاول، او يلعب مقفول لان الملعب اتفتح، مش ايوه ماشي، انت تمام، انت الماتش خلص والدنيا وانت شايف الريزلتس وكل ده هيباك اي حاجه انت هتقولها. انت عندك نهايه انت شايفها وعارف ايه، عارف تقيمها. بس ان انت تعمل ده قبل، this is a completely different skill. انا ممكن اتكلم على افلام اقول لك البيس فيه مشكله، الشخصيات فيها حاجه، الاديتنج تشوبي، حاجات كتير جدا. هل ده معناه ان انا لو عملت فيلم مش هيبقى فيه الحاجات دي؟ او اكيد ما انت مش جوه اللعب، مش جوه انا مش جوه، لا بالعكس، انت في حاجات. ومثلا يعني انت، ودي حاجه برضو عشان انت لما بتبقى في جوه الهيصه دي نفسها، انت كل الستيكس بتتغير. يعني كل حاجه بتتشقلب. يعني انا دايما ابسط حاجه، لو انت بتصور فيلم مثلا او حاجه، دايما احنا ممكن واحنا كريفيورز ممكن نقول يا جماعه هو ما فيش حد مثلا في نص الفيلم قال ايه القرف اللي احنا بنعمله. هو ديفينتلي في حد قال ايه القرف ده، بس في 100 مليون مدفوعين. هو مش هينفع يعني، فاهم؟ يعني تمام، انت تمام، انت سهل ان انت تقول الكلمه دي وانت قاعد في البيت، سهل تقولها بعد ما الفيلم طلع وبعد ما الريفيوز كانت وحشه وبعد ما جابش ايرادات، بس مستحيل تقولها ومدفوع 100 مليون في سيت وفي اكسبلوجنز وبتاع. يعني قصدي كل الحاجات دي سهله بعدين، بس الشطاره نفسها ان انت تعرف تعملها بعد كده. هل ده معناه ان انا جامد قوي قبل؟ انا ما اعرفش، انا لسه ما دخلتش في الحاجه دي بالشكل ده. بس انا في الاثنين انا تمام يعني، والاثنين بالنسبه لي منفصلين. بس الفكره انت صعب شويه تعمل الاثنين في وقت واحد. يعني ما ينفعش انت تبقى شغال في الاعلانات بس بتتكلم على اعلانات غيرك مثلا، ما دول زمايلك اللي شغالين معاك. يعني الموضوع فاهم؟ او بتتكلم على افلام. يعني ما ينفعش انا ابقى فيلم ميكر وليا فيلم في السينما بس طالع بريفيو افلام العيد مثلا، ولا فيلمي داخل مع العيد. يعني في حاجات كده لازم تبقى حاجه على حساب حاجه، ما عدا لو انت كوينتين تارانتينو على فكره هو بالظبط هو يعني موفي باف في البدايه بعدين هو صانع افلام. بس كوينتين تارانتينو بيجح شويه في الحاجات دي. هتلاقي ليه تسجيلات كتيره وهو بس عمال بيريفيو افلام وبيتكلم عليها وعمال بيقول القرف ده ودي وحشه ومش عارف مين. وبرده افلام ما تتوقعش ان هي تكون حلوه العامه، احنا بنحبهاش، بس تلاقي كوينتين تارانتينو يا لهوي كيف عليها. افلام زي ترانسفورمرز والحاجات دي ليه تسجيلات كوينتين تارانتينو هو بيقول ايوه بس انا عجبني لما حصل كده. انت بجد بتتكلم على فيلم ترانسفورمرز؟ انت صاحي دلوقتي؟ ايه اللي بيحصل؟ بس انا بحب ترانسفورمرز برضه، جيلتي بليجر فشخ بالنسبه لي. ترانسفورمرز بالذات الاولاني والله جيلتي بليجر. بتاع شايا لاباف. ايه بتاع شايا لاباف؟ بجد لا بالنسبه لي. بس ليه؟ لا انا مش عايز اقول لك التقيله بقى. تينيج ميوتنت نينجا تيرتلز انا عجبني صراحه اول واحد، اللي هو بتاع ميجان فوكس برضو كل حاجه. اول. بس التاني الغبي اللي عملوه ده ما كانش ليه اي لازمه خالص. هو كان ضايع. بس انا بالنسبه لي هو في نفس سكه ترانسفورمرز، اللي هو I'm just enjoying my time. انا ما عنديش مشكله. انا ترانسفورمرز بس عندي قصه صغيره فيه. ان انا هو نزل 2007. انا عارف ترانسفورمرز الكرتون وكنت بشوفه زمان على التلفزيون وبتاع. مش فان يعني مش فيفورت بالنسبه لي، يعني حاجه اللي هو بستناها قوي مثلا زي حاجات تانية زي باباي مثلا والحاجات دي. بس عارفه. وفاكر 2007 ده في واحد جارنا كنت قاعد تحت كده في الشارع فلقيته بيقول لي يا جماعه بيقول لنا يعني يا جماعه في فيلم نزل في السينما اسمه ترانسفورمرز، الاليين كلهم اتحولوا بيموتوا في البني ادمين وبتاع. فهو اصلا هو بيبيتش فيلم مختلف تماما. انا مش فاهم ايه ده. فانا دخلت الفيلم انا قلت ماشي هو اسمه ترانسفورمرز بس مفيش اي حاجه بتوحي. انا شفتش تريلرز، ما شفتش اي حاجه خالص. فانا داخل ما اعرفش اي حاجه. اللقطه بس اوبتيموس برايم وهو بيطلع. يعني اول ما شفت اوبتيموس برايم هو
مش ده أوكي. ده اللي فاهم. فكانت بالنسبه لي لحظه رهيبه. واكشلي برضو كجرافيكس وايز ده من هو يكون في 2007 it still holds. اوكي. it's very good. اوكي. ايه تاني جلت بليجر؟ انا عندي جلت بليجر ده بجد يعني، وانا يعني ذكرته كام مره كده في القناه، بس ما اظنش يعني لو حد سمعه مره او مرتين هيفتكر ان انا بهزر، بس انا لا بتكلم بجد. ده جلت بليجر مكسوف يعني. قول يا عم. انا قلت ترانسفورمرز ونينجا لا ما لا حاجه غير كده لا خالص. قول والله. في فيلم كان بيجي زمان على MBC 3 انا كنت بتفرج عليه صراحه، وهو لسه بتفرج عليه ريسنتلي، ما عنديش اي مشكله معاه. فيلم اسمه شيز ذا مان، تسمع عنه؟ عارف اتس ا دوب موفي. لا بس على فكره فيلم مسلي فشخ. بالظبط اتس ا دوب موفي. اتس فاني فشخ. اتس فاني جدا. أيوة عارف ايه أيوة. الفاني في الموضوع بالنسبه لي؟ ان الفيلم عن واحده بتلعب كرة قدم، وبتتكلم بقى على عظمة كرة القدم، وفي الآخر أمريكان ما يفهموش حاجة عن كرة القدم. في الماتش الأخير اللي في الفيلم they're making up their own rules. كرة القدم ما تتلعبش كده. فبالنسبة لي ده حاجة يعني مضحكة بشكل مش طبيعي، ان هم بيتكلموا على خلي البنت تلعب مع الولاد عادي، مفيش مشكلة. يا عم انتوا مش فاهمين. يا عم العبوا انتوا الولاد مع الولاد. العبوا عدل. العبوا صح الأول. يا الله. انا مش هعدي دي في الفيلم. في اخر ماتش بيتلعب واخر جون بيجي وبعد كده بيقرروا ان الماتش خلص. يا عمي لا، اللعبه ما بتمشيش كده. تاتش داون. ايوه تاتش داون. يا الله والله فن اكسبيرينس بشكل مش طبيعي. لا كارثه. هم الفكره ان هو بص، اولا انا عارف فيلم وانا اخويا مثلا بيحبه جدا، وانا بحب يعني انا يعني شفت بقالي كتير طبعا ما شفتوش، بس انا عارفه it was a fun movie. انا معايا. انا بالنسبه لي عادي. انا مش I'm not judging خالص. بالظبط. بس صعب ان انت تقول ان واحد من الجيل لما الكره اتشطت فيها وعملت كلام موجوعه اتس فاني مان. اتس فاني لدماغي ساعتها وانا صغير وانا بتفرج، اللي هو ها this is funny. ساعتها كان بالنسبه لي ده شيء مضحك بشكل مش طبيعي. لما اتفرج عليها دلوقتي بفتكر الذاكره دي، عشان كده بحب اتفرج على الفيلم ده. بس هو لا it's a fun movie. actually برضو خلينا افتكر باتريك اتش ويليامز كان عامل فيديو بيتكلم على السبورتس and movies. بيتكلم ليه البيسبول is the perfect sport for movies، بيقارن بالسبورتس التانية. ليه كورة دراميا مش احسن حاجة، ليه الباسكت دراميا مش احسن حاجة، وبيكمبير كل الحاجات دي بالباسكت بالبيسبول. اوكي you should see it. اوكي. انا عمري ما كنت متعلق بالافلام اللي ليها دعوه بالبيسبول صراحه. انا عمري ما فهمت اللعبه وهي لعبه اجنبيه جدا بالنسبه لنا. هي يعني حاجه معدله من الكريكت عشان الناس تعرف تتفرج عليها افضل يعني. احنا مش بتوع رياضه هنا، مش دعوه. الناس بتقعد تتفرج على افلام. بمناسبه افلام، شايف اللوحه اللي وراك دي؟ يس. اختار فيلم اتكلم عليه. انا ممكن انيم من الاول كلهم عشان اعرفهم كلهم. ماشي قول. عارفهم كلهم؟ ده تحدي قوي تقول ان انت عارفهم كلهم. الا الانمي اللي تحت عشان ما اتفرجش على يعني هنروح لحوار الانمي ده. ماشي. سبيريتد اواي. ما ده انمي في ايه؟ ما عارف مش ما شفتوش بس عارف. ماشي. سبيريتد اواي 50-50 127 hours توي ستوري 3. ايوه. جانجو انشين باك تو ذا فيوتشر there will be blood سكوت بيلجرام فيرسس ذا وورلد انسبشن فايت كلوب انفينيتي وور ذا بيركس اوف بينج ا وول فلاور. قوي he's gonna name them all. قوي. Watchmen, Black Swan, City of God, Shawshank Redemption, Pulp Fiction, Harry Potter and the Goblet of Fire. اعتقد ده يا ابن الذين نايس. 6 7 8 وده بس اللي انا ما عرفتوش. Howl's Moving Castle كنت عايز اشوفه لان انا سمعت الميوزك بتاعته كانت طالعه ترند كده على انا اسف على تيك توك كتير. بس الميوزك بتاعته حلوه جدا. Howl's Moving Castle بالنسبه لي يعني دايما لما حد يتكلم على الافلام الانمي في النقاش فوق كده هتلاقي فيه 3 افلام بيتكرروا. ماي نيبر توتورو، هتلاقي سبيريتد اواي، هتلاقي هاولز موفينج كاسل، ممكن تلاقي يور نيم مؤخرا. بس انا بالنسبه لي هاولز موفينج كاسل بيلعب في حته تانية لوحده. يعني انا ساعات اقول ان هاولز موفينج كاسل احسن من سبيريتد اواي بمراحل كمان. انا بعشق هاولز موفينج كاسل. اتفرج على انا ممكن اتكلم على اي حاجه اكشلي. الفيلم البرازيلي ده سيتي اوف جاد شفته 2014 تقريبا، وكان عارف خلاص اللي هو انت وانس ان انت شفته انت يو ريكومندد فور ايفريون. في فيلم برازيلي أيوة لازم تشوفه. برازيلي يعني ها على اي اساس؟ اسمع الكلام اتفرج عليه. لا القصه حلوه وبرضه انت يعني انا عشان ما اعرفش افلام برازيليه ما شفتش اي حاجه. كانت اول حاجه اشوفها له. فاكر الاوبننج سين طبعا بتاع الفرخه. يا الله.
وفاكر الشوت بتاع الكاميرا ولما لف وبتاع والستوري والولد اللي كان معاه المسدس، فاكر لقطات كده صارخه. بس فاكر ان القصه فعلا كانت حلوه، كانت فيري انجيجنج وشبه الحاجات اللي هي سلام دوج مليونير شويه، مش سلام دوج مليونير بس فكره السلامز هي كومن اوف ايج ستوري كده كده، كومينج اوف ايج، بس برضو في حتت اللي هي السلامز والشرايح اللي هي المهمشه والبتاع، اللي هي الحاجات اللي احنا عارفين حد يبقى جاي من تحت قوي، فدي ناس جايه من تحت قوي يعني. يب. فده كان اكسايتنج. هاري بوتر 4 انا عايزين نقفش هاري بوتر، تمام؟ تعال اقفشه وتعال هنا، تعال هنا الكاميرا، تمام؟ ايوه، لان في حاجات عايز اتكلم معاك عليها بالنسبه لهاري بوتر، تمام؟ عشان الناس بتتضايق لما اقول هاري بوتر. المهم ما علينا. هاري بوتر هنحط ستار وورز هنا، اوكي؟ هنحط قدامها مثلا اديني فرانشايز تانية الام سي يو مثلا، وهنحط هاري بوتر هنا. تختار مين من الثلاثه؟ انا مش متعلق بستار وورز. اهلا وسهلا. مش متعلق بستار وورز. يعني كنت انا يعني طبعا اي حد عارف اكيد شاف ميمز، شاف ريفيوز، شاف اي حاجه، فانت عارف الاوريجينال تريلوجي يعني ايه اتليست يعني. شفت بس ذا فورس اويكنز، اوكي، وشفته ريسنتلي يعني السنه اللي فاتت، وبعدها اتفرجت على ذا ماندلوريان. اوكي، شفت ذا ماندلوريان؟ بكرهه جدا. شفته ما عجبكش؟ انا عجبني جدا لان هو it doesn't feel like Star Wars. انا عجبني جدا. يعني حسيت ان هو ويسترن. انا ما كملتوش انا يعني بدأت فيه كده هو، بعد كده نو مش الفايب بتاعي خالص. it's not my kind of story، فاهمني؟ and it didn't hit me right. وبصراحة انا لسه شايل من جون فافرو على اللي عمله في The Lion King، تمام؟ بصراحه لا، هي دي حاجه تزعل بالظبط. فيعني لا شكرا. Lion King فيلم غريب يعني، ما ليه يا ابن الحلال؟ What is the point؟ ليه تعملوا ايه فيلم يعني؟ لا ما خلينا ما نبعدش عن هاري بوتر ماشي. المهم قارني روح لي تاني. طب الام سي يو افلام مارفل وهاري بوتر. الام سي يو بص، هاري بوتر كان نزل في وقت كان فيه برضو لورد اوف ذا رينجز، ماشي؟ لا الاثنين كانوا مع بعض في اوائل الالفينات. في اوائل ده، بس فيلم واحد كده يعني لحقوا يعني وقت الهايب بتاعت لورد اوف ذا رينجز والكونكلوجن وبتاع. اعتقد كان الجزء الاول بتاع هاري بوتر نازل وبتاع، وكان فيه حتى جولم كان شبه دوبي شويه. كان في حاجات كده يعني دايما في دماغي، حتى دانيال رادكليف كان بيقول ان هو شبه إيلايجا يعني في حاجات كده سيميلر شويه. وهم برضو يعني موفي ادابشنز لحاجه لنوفلز والكتب معروفه في وقت ما. دي كانت برضو بدايه طفره في الحته دي. مش بقول ان دول اول نوفلز يتعملوا افلام، بس قصدي ان هي كانت نقله محترمه. هاري بوتر هو اللي عمل الجونرا بتاعت اصلا اللي هي الحاجات بتاعت اليونج ادلتس او الاطفال. حلو. فتحها كلها. حلو. الحاجات بقى اللي انت شفتها بعد كده بقى بتاعت هانجر جيمز بقى. انا جاي لك في الكلام على هانجر جيمز. كمل الحاجات اللي انت شفتها في هانجر جيمز بقى وميز رانر ومش عارف كل الحاجات التانية دي، هو ده كان الكور. ده اللي عرف يبيتش حاجة كويسة، حاجة تعجب الناس، حاجة تجيب فلوس، وحاجة تدفع الاستوديوز التانية ان هم يشوفوا والنبي يا جماعة حد كتب اي حاجة والنبي عايزين نعمل سلسلة افلام وبتاع، فكرة ان هي فرانشايز وكده. هاري بوتر انا بس عشان شفت جوبلت اوف فاير، بالنسبه لناس كتير هو الفيلم المفضل، وانا بالنسبه لي ممكن اقول ان هو الفيلم المفضل. انا متفق مع ده، بس انا كنت لسه حتى بقول على تويتر انا لما كبرت شويه ابتديت ابريشيت الجزء الثالث اكتر كمان. اسكابان لان انا طبعا عشان شفت Every Frame a Painting الحلقه اللي كان عاملها عليه برضو، ففتح عيني عشان الفونسو كوارون وكده. بس بريزنر اوف اسكابان انا فاكر لما رحته في السينما كان 2003 اعتقد، 2003 او 2004. نو بريزنر اوف اسكابان 2005. لا مش 2005. كان وقت 2004 لان هو كان وقت اليورو تقريبا. ما علينا. المهم ان انا فاكر ان انا رحته وكان اول مره اشوف كونسبت التايم ترافل ده. فانا كنتش فاهمه اصلا يعني، كنت صغير مش فاهم اي حاجه. فبالنسبه لي كان حاجه ايه الحوار ده. بعد كده بقى ابتديت لا شفته يعني، جبته على شريط فيديو، كنت اتفرجت عليه كتير وبتاع. والفيلم ده مهم لحاجه واحده، اولا هو ده الفيلم اللي هو فعلا حصل فيه تون فيه شيفت رهيب في التون. وفي حاجه مهمه فشخ، ان انا اصلا شخصيه هاري بوتر انا ما كنتش حاببها يعني. كهاري بوتر نفسه بحسه انه شخص باسيف جدا. انت الواد اللي مش عارف هو انت، وريني كده يا نهار ابيض، ده انت اهلك دول كانوا مش عارف، وكل حاجه بتحصل له ما يعملش حاجه. يعني عارف لو حد عمال ياخد privileges عشان هو هاري بوتر، هو حاجه اصلا مش فاهم، واكسبوزيشن بقى فاهم اللي هو احنا هنقول لك كل حاجه عن عالم السحر ده انت كده. فدي كانت حاجه مضايقاني شويه. في الفيلم ده
كان اول فيلم احس فعلا ان هو خد شويس في حاجه محترمه. مم. ممكن نقول الجزء اللي هو Chamber of Secrets ممكن يكون عمل حاجه وكان بيقاوح شويه وبتاع، بس ايا كان. بس الجزء ده بالذات السين لما كان بيقول هيرموني ان هو كان انا شايف نفسي، وكان ابوه هو اللي جه انقذه وبتاع. وبعد كده فضل واقف مستني، مفيش حاجه بتحصل، مفيش حاجه بتحصل، مفيش حاجه بتحصل، لحد ما هو اللي اتدخل وعمل كده. يعني بالنسبه لي اللحظه دي this is a different Harry Potter. this is a different Harry. وده اللي بعد كده خلى بقى خلاه هو يتحول لشخص فعلا اللي احنا شفناه، اللي هو there's something special about him. حتى هو اعتقد في Order of the Phoenix لما كان بيدرب الناس وبتاع، هو خلاص خد المنتل، خلاص انا كل اللي فات ده انا كنت طفل. من اكتر الحاجات الغريبه اللي حصلت في الصناعه بتاعه السينما التجاريه في هوليوود وكده، النموذج بتاع هانجر جيمز. انا لحد دلوقتي مش فاهم الموضوع ده، اتكلمت عنه كتير، عملت عنه فيديوهات، بس لما واو، ازاي شيء يكون ريفولوشنري بالطريقه دي، بالشكل ده، بالنجمه اللي طلعت من هانجر جيمز جينيفر لورنس، بكميه الشباب، كميه الناس، كميه الميرشاندايز اللي اتباعت، كل الحاجات دي، ودلوقتي لما تيجي تسال حد عن هانجر جيمز هو نسيه اساسا. ما دلوقتي ليها زيرو امباكت. انا ما شفتش هانجر جيمز اصلا. يوم بعمل الحركه دي فيك انت ومهدي، والله مش عايز اقاطعك واسيبكم. شكرا. انا ما شفتش هانجر. انا عمال انا بتكلم اللي هو يس هلاقي ايه نقاش سخن هيطلع دلوقتي. بس انا هكلمك، لا بس انا هكلمك كحد اوتسايدر يعني هكلمك من حته تانية خالص. بس انا فاكر هانجر جيمز لما نزل، انا فاكر وهو قالب الدنيا، بالذات الجزء الاول. فاكر everyone was talking about، وفاكر انه يا جماعه دي نوفل وبتاع، ايه ده هيعملوها. فاكر جينيفر لورنس في وقت كانت فعلا يعني the face of success، فاهم؟ كل حاجه يا الله. انا معصب دلوقتي. لا هو كان بعد كاتشينج فاير لما نزل اللي هو الجزء الثاني، بجد انت تلاحظ ان كانت جينيفر لورنس بتعامل معامله تيموثي شارلامين زي ما بيتعامل دلوقتي، او بيتعامل معامله اي ممثل مصري يطلع يجيب شويه فيوز يحطوه في كل حاجه. جينيفر لورنس اديها كريس برات تعملوا فيلم مع بعض، فيلم جامد امريكان هاسل حطها في امريكان هاسل، كانت بجد جولد ماين. والجولد ماين ده السوق بتاعها عالي منين؟ من افلام هانجر جيمز الجزء الاول والجزء الثاني. تمام. كاتشينج فاير لسه لحد دلوقتي بالنسبه لي ايقونه في السينما التجاريه، بالرهبه اللي مش طبيعيه اللي عملها الفيلم ده. بعد كده ترجع بعد كده بقى الجزء الاخير قسموه على الجزء الاخير عملوا المصيبه دي اللي هم قسموه جزئين، جزء اول وجزء ثاني. اللي طلع الموضه دي كان هاري بوتر. اللي طلع الموضه دي كان هاري بوتر لا هو استنى هي الموضه دي كانت موجوده في حد قبل ما هاري بوتر يعملها. قبل ما هاري بوتر يعملها كانت موجوده بارت 1 وبارت 2. مش فاكر اذا كانت موجوده في تويلايت ولا لا، ولا مين اللي سبق الثاني. بس تويلايت ايوه عملت الموضوع ده، بعد كده هاري بوتر عمل الموضوع ده، بعد كده هانجر جيمز عملت الموضوع ده. انا حاسس هاري بوتر لان الموضوع كان بالنسبه لي يعني انا فاكر يعني وقت ما انا سمعت اللي هو بارت 1 وبارت 2 ده، انا فاكر ان انا كنت مستغرب، ما كنتش مستغرب قوي في تويلايت. كده مين كان بيتفرج على تويلايت؟ لا مش انا لا انا في واحد اتفرجت على تويلايت. لا انت اتفرجت على تويلايت؟ والله ابدا لا. قفشتك. استنى ما شفتوش والله. لا انا الجزء الثاني في واحد صاحبي، انا مش كنت شفت الاولاني ولا اعرفه. الجزء الثاني في واحد صاحبي قال لي ده في فيلم اسمه نيو مون تويلايت، تعال نروح نشوفه. فقلت له انا ما اعرفش ايه ده اصلا وما شفتش الاولاني. قال لي مش مشكله تعال نروح نشوفه، ودخلناه. بس يعني اتفرجت عليه. ايوه شفت الجزء الثاني بس. لكن ما اعرفش ولا اعرف اي حاجه ولا عجبني. اكسكلوسيف. المثال اللي انت لسه حكيه ده نفس اللي حصل معايا بالظبط. في ايه؟ طالعين يوم عادي جدا انا والشباب، ايه ده في فيلم جديد في السينما اسمه نيو مون. ايوه انا ما اعرفش ايه نيو مون ده. اوكي شكله لذيذ، يلا ندخل. يطلع فيلم تويلايت. يا الله يا الله، ما كانش في حد في السينما غيرنا، احنا سيبنا الكراسي وبقينا الناس دول اللي هم قاعدين بنتمشى في السينما، بنلعب في السينما، لان اكيد مش هنقعد نتفرج على فيلم تويلايت. كان فيلم وحش قوي. ازاي هانجر جيمز بعد النجاح الخرافي ده يحصل فيه كده؟ انا مش فاهم. هم جايين دلوقتي هيعملوا ريبوت، مش هيعملوا ريبوت، هيعملوا سيكوال تاني. You don't know about this؟ لا ما تعرفش الموضوع ده. عاملين دلوقتي هيعملوا في فيلم جديد نازل A Ballad of Songbirds and Snakes. تمام. ده العنوان بتاع الفيلم. برضو مبني على حاجة مكتوبة اوريدي. بس انتوا جايين بعد ما انتوا قتلتوا الفرانشايز دي، شوفوا بقد ايه تحيوها تاني. بس هي الحاجات دي كلها بتبقى ميس جادجمنت من الانتاج. يعني
في حاجات اصلا انا ما اعرفش، انا ما شفتش، بس انا بقول لك في حاجات ممكن الجزء الاخير ده ما كانش المفروض يتعمل على فيلمين. ده 100%. انا واحد اهو عم عبد الحلاق هو، ولا معايا ولا معاك عارف. بس انا بقول لك في حاجات بتتمط وفي حاجات بتبوظ علشان تدخلات الاستوديوز. مش عايزين لو يعملوا تعالى فلوس. عايزين نعمل مور ماني، احنا بقى عايزين نحلب يا 3 اجزاء بس، طب ما ينفعش يبقوا 4؟ لا ينفع طبعا، تعالى اسم الاخير وهكذا. وده حصل برضو. ايوه حصل. هتقول المثال الصح، هتقول المثال الصح. هو فيلم انا ما شفتوش برضو، بس كان دايفرجنت وكده. لا سيبك من دايفرجن الكلام ده، لان دول بجد الناس اللي راحت اتفرجت عليهم اخدوا اكبر مقلب في العالم. لا ده ميز رانر ودايفرجنت وانسرجنت وبتاع والسيكونس انا ما اعرفش اصلا حافظين دايفرجنت عارفين الاول من الثاني والثالث ازاي. بالظبط دول كانوا اكبر خدعه، دول بجد اللي هو احنا جايين ننحت، احنا جينا يا جماعه عشان ننحت. مثال ايه تاني؟ الاستوديو انخدع وقال ان هو هيعمل فلوس منه. The Hobbit. What do you think about the Hobbit movies? I actually enjoyed them بصراحه، ما انكرش. بس بص، انا عندي ريليشن شيب غريبه قوي مع لورد اوف ذا رينجز. ان انا شفت تقريبا الجزء الاول، وبعد كده زمان خالص على MBC 2 شفت الجزء الثالث، وبعد كده رجعت شفت التاني. فانا ما قعدتش قاعده شفت الثلاثه ورا بعض، بس انا شفت الاولاني كتير، شفته 3 مرات مثلا ولا حاجه، بس كل يعني ما بينهم سنين فبنساه. بقول هشوف الاولاني عشان اكمل وافتكر، هشوف الاولاني بس ما بكملش، بشوف الاولاني بس شفته كتير قوي. لورد اوف ذا رينجز بالنسبه لي يعني لما بتشوف جيم اوف ثرونز او بتسمع عن جيم اوف ثرونز او بتشوف اي حد بيتكلم على جيم اوف ثرونز، دايما بيبقى فيه اكزامبل على لورد اوف ذا رينجز. لورد اوف ذا رينجز يعني مهما وصفت ومهما حكيت، هو الامباكت بتاعه في على سكيل اكبر. يعني مش عايز اقول اكبر، مش عايز اقارنه بالسكيل بتاع هاري بوتر، هو سكيل مختلف تماما، بس اتس ان ايبك. يعني حوار ان فيلم اصلا بالبادجت دي بالحاجات دي ان هو ياخد الباست بيكتشر وياخد يلم الاوسكارز دي كلها، دي حاجه ما بتحصلش خلاص. يعني هي حصلت وما اعتقدش ان هي هتحصل قريب يعني، الا بطفره بقى سينمائيه جديده بقى، ما اعرفش ديون مثلا ولا حاجه، لو عملوا حاجه فشيخه في الاجزاء اللي جايه. بس هو كان ليفل تاني خالص، كم الافورت اللي اتعمل فيه، وكم التكنيكس اللي اتعملت، الانيميشن بتاع الناس، كان في كود اتكتب مخصوص او ستايل مخصوص عشان يعملوا الجيوش دي، يبقى كل واحد رندرد بطريقه ما تبقاش الجري مكرر. كل واحد بيبقى عنده لازمه معينه في الجري او طريقه عشان يبان ان هم ناس حقيقيه وبتاع. كل الحاجات دي كانت ريفولوشنري ات ذا تايم. وانا فاميليار بالفكره بسيطه، بوينت A البوينت B، احنا محتاجين نودي ده نحطه هنا علشان ننجز وبتاع، قصه يعني تبان ان هي كده. ولكن اللي مكتوب جوه والافورت اللي مكتوب واللور، انا ما قريتش الحاجات، بس كل شويه بقعد اقرا بالكس كده. يعني بقرا حد كاتب عن عالم اللي مش عارف ايه، او انت عارف انه في حته ناس مش عارف ستوريز كده صغيره. كل ده انا معاك، كل ده فشيخ، كل ده جامد جدا. مال ده بالهوبت ما هو انا بقول لك الكور بتاع لورد اوف ذا رينجز. انا لعبت، انا عايز افتكر انا عملت ايه الاول، بس كان في لعبه اسمها شادو اوف موردر. اوكي. وفي لعبه اسمها شادو اوف موردر، ولعبه اسمها شادو اوف وور. ماشي. شادو اوف موردر تيكس بليس في برضو في موردر ماشي، وفيها جزء من القصه، هو اكنه بريكول. اوكي. من الاخر، ففي حاجات جوه بتحصل بكاركترز بهنتس انت مش عارف ده ايه علاقته بلورد اوف ذا رينجز، بعد كده بيربطها لك بطريقه صايعه كده، يجيب لك حاجه وبتاع. القصه كانت حلوه جدا من لورد اوف ذا رينجز، سواء بقى في شادو اوف موردر او شادو اوف وور، الاثنين حلوين جدا. جميل. وانا بتفرج برضو كان في ذا هوبتس وجو بيسموهم اوركس، هو اوروكس بيقولوا عليهم يعني. في اللعبه كان اسمهم اوروكس. كميه اللور اللي انا دخلتها، يعني انا اتفرجت على 3 أفلام ولعبت، كنت بلعب اللعبه في نفس الوقت، فانا خدت كميه اللور ده كله انا ما كنتش بماينده خالص، وكله حسسني ان انا دخلت عالم بسرعه فشخ واتبسطت فيه فشخ. جميل. فانا اي دونت مايند خالص ان انت ترجع العالم ده خالص. لا يعني انا ذا هوبت بالنسبه لي هو كده عمره ما هيكون زي عمره زي ما هيكون زي الاوريجينال تريلوجي. يعني انا ما قعدت مش فاكر، ما قعدتش اتفرجت عليهم كده، يعني شفتهم سيبريتلي زي ما قلت لك، بس انا فاكر الحاجات. ذا هوبت عمره ما هيكون بنفس قوه الحاجات دي، لان هو اصلا
من الاول متباع ان هو درجه تانية فرز تاني يعني هو غصب عننا كلنا هو ده فرز تاني يا جماعه بس احنا للاسف يعني احنا عملنا التريلوجي مش هينفع نعمل التريلوجي تاني وليه يعمل الموضوع ده من البدايه؟ هرجي لك في حته ليه هو يعمل الموضوع ده من البدايه. هل قصه ذا هوبت تستاهل 3 اجزاء؟ ما اعتقدش خالص. دود اقول لك حاجه، انا لما رحت الحاجه اللي خلتني احب الهوبت في البدايه ان انا كنت لسه صغير جدا لما الاوريجينال تريلوجي بتاع لورد اوف ذا رينجز نزل، فانا عمري ما خدت التجربه دي زي ونفس الموضوع اللي انت بتقول. انا ما خدتش التجربه دي غير متاخر قوي، فانا ما رحتش اتفرجت على الافلام دي في السينما. بس لما جه ذا هوبت اخيرا اخيرا جه الوقت بقى اروح يا معلم واتفرج على ذا هوبت. سحر. اتفرج على ديستيليشن اوف سموك، يا لهوي سحر. اروح اتفرج على باتل اوف 5 ارمي، اوه يا الله انا مبسوط جدا. ايوه انا حضرت التجربه السينمائيه الخرافيه دي في السينما. ارجع اتفرج على الافلام دي مش قادر اكملهم. يعني انت شفت اول مره اتبسطت؟ اول مره في السينما التريلوجي كان بالنسبه لي انا متكيف عليهم، متكيف عليهم. لما ارجع ازورهم تاني يا الله سيئين. الافلام وحشه بشكل مش طبيعي. شككتني في نفسي. لا الافلام وحشه بشكل مش طبيعي، اللي هو مش بس مط في الاحداث. يا الله، ما انت لو تفتكر في الجزء الاولاني اوت اوف نو وير كده ورمي لك اغنيه وقعدوا يغنوا ومش عارف مين وبتاع. لما الموضوع ده حصل في الاوريجينال تريلوجي يا الله كان سولفول، كان اوف. لا انت في باتل واقف قدام الملك مش عارف مين ده بتاع البشر لا في شعور، في حاجه غريبه. وكمان كان غريبه بالنسبه للافلام بتاعت لورد اوف ذا رينجز اللي طلع لك في النص كده. بس تدخل في ذا هوبت ان انكسبكتد جيرني وتفهم بقى الباك ستوري بتاعت افلام ذا هوبت، ان اصلا الثلاث افلام دول كل واحد منهم عامل له 3 ساعات كان مبني على قصه اطفال، قصه صغيره كتاب واحد لقصه اطفال. الكتاب الواحد ده اصغر من فيلوشيب اوف ذا رينج اللي هو فيلم فهم من الكتاب الواحد ده عملوا 3 افلام. يا الله ترجع تتفرج على الافلام المط اللي مش طبيعي. في نفسي انا بسالك سؤال دلوقتي. انت دلوقتي الجزء الثالث بتاع افلام ذا هوبت اسمه ذا باتل اوف ذا 5 ارميز. انا اتفرجت على افلام كذا مره واتفرجت على فيديوهات ريفيوز عليهم وانا لحد دلوقتي مش عارف مين هم الفايف ارميز. انا لحد دلوقتي مش فاهم مين هم الفايف. يعني انت عندك الهيومن تمام، بعد كده عندك الاوركس والالفز والدورفز. مش انا ايه بقى؟ انا مش فاكر مين بقى. ما دايما بتفكر كده لو انا مش عارف مين هم الفايف ارميز. فاللي هو لا they stretched themselves too thin. والغلطه الثانيه اللي جم عملوها برضو هم نفس الناس بتوع لورد اوف ذا رينجز برينجز اوف باور اللي نزل ده. ما اتحمستش اشوفه لان انا عندي مشاكل. يعني في حاجات انت عارف ان دي مش معموله بحب من الاول. يعني انا عارف ان ده حد بيقول لك انا مش لويال، انا عندي اي بي عايز اعمل منه فلوس. بالظبط. هي بص من البوسترز، من شكل التريلر، من الحاجات اللي في الاول مفيش اي حاجه. انا مش حاسس ان ده عالم لورد اوف ذا رينجز اصلا خالص. فانا ما اتشجعتش اشوفه ومش عايز اضايق نفسي. وده الفرق ما بين مثلا لما حلوه قوي الكلمه اللي انت قلتها اللي هو شيء معمول بحب. يعني مثلا فيلم ذا باتمان اللي نزل بتاع مات ريفز تمام، ريبوت لباتمان واحنا لسه واخدين باتمان في عالم سينما مش عارف مين، بس يو كان تيل ان انت لازم تروح تتفرج على الحاجه دي. يعني لا دي حاجه دي ده معمول بحب بالظبط. في شغل محطوط هنا. واكشلي انا عايز اقول لك كمان انا عشان شفت ذا لاست اوف اس بارت 2. اوكي لسه لا مش بارت 2 المسلسل قصدي ذا لاست اوف اس المسلسل. شفت اول حلقه. بص انت لعبت اللعبه؟ لا لعبتها بس ما كملتهاش عشان بس انا مش جيمر خالص. ماشي لا خلاص مش هحرق لك حاجه. بس من بدايه من اول الحلقه من كل حاجه البدايه بس اللي هي قبل التتر يعني سيبك ان هي مش هي طبعا. بس طول ما انت بتتفرج على الحلقه الاولى اتس اولموست يعني اشوت فور شوت من الجيم. حتى السين المهم بتاع انت اكيد لعبت اول شويه يعني اول 10 دقائق مثلا مش فاكر حاجه جول وهو بيجري ومش فاكر اي حاجه من الحاجات دي. خلاص بلاش. في سين مهم جدا في الاول. السين ده بنفس الحركه يعني اللعبه كأنها كانت ستوري بورد. طب دي حاجه حلوه ولا وحشه؟ ما هو ده بقى دي حاجه انا عمال افكر فيها من امبارح. هي فيثفول ولا هي ما هو ليزي؟ ما انا هقول لك. لا هي اولا الكرييترز بتوع الشو هم بيقولوا لك احنا عارفين اللعبه. واولا هم مستخدمين نفس الميوزك بتاعه اللعبه يعني مش عاملين سكور جديد. نفس السكور اللي انت عارفه. فدي حاجه كده اللي هو تمام احنا اون ذا رايت تراك. يعني واضح ان احنا ماشيين ولويال وكده. اوكي. الحاجات اللي بتحصل لا هي في حاجات يعني almost identical. يعني في مشهد كده بالعربيه وهم بيهربوا وبتاع وكده شكل لما وقفوا انت طلعت من الطريق وبصيت في العلامه وشفت فيه يمين وفي شمال وفي العلامه في النص اتش بتاعت هوسبيتال هي بالظبط. والبيرنينج هاوس اللي كان موجود وفي حاجات صغيره قوي اتغيرت طبعا بس الكور موجود.
وده موجود طول الحلقه. وحتى في الحلقه انا سمعت دايلوج، انا سالت صاحبي قلت له من هو مش ده نفس الدايلوج اللي في اللعبه؟ قال لي ماشي. طب دي حاجه حلوه وحاجه وحشه؟ ده انا لسه عمال برضو استوعبه ولسه عمال افكر لان فيه. انت داخل في تيريتوري صعبه جدا. أنا بقول لك. الفيديو جيم موفيز دايما هلاك. هي مفيش اصلا اي اكزامبل ناجح للموضوع ده بالظبط. كده كده. بس انا هقول لك انا حاسس بايه. انا بالنسبه لي I had my last of us خلاص. اوكي ماشي. انا لعبت اللعبه الاولانيه مرتين، مره في 2013 10 سنين قلبي مره في 2013 ولعبتها تاني في 2015 وبعد كده ابتديتها وكملت فيها شويه بس ما خلصتهاش بعدها يعني. اللعبه التانية برضو The Last of Us Part 2 لعبتها في 2020 وفي النص بقى انا كنت عمال اتكلم عليهم وعملت عليه ريفيو. اكشلي The Last of Us Part 2 كنت بتكلم حتى على اللعبه الاولانيه، بتكلم حاجه كده، كنت عامل فيديو نص ساعه او اكتر زي الاكسبيرينس بشكل عام عامله ازاي. فانا I had my last of us خلاص. هم بيقولوا ان هم يعملوا لعبه جديده Part 3، بس انا بالنسبه لي انا مبسوط خلاص. ودي المنتاليتي بتاعتي حتى اول ما قالوا ان هم يعملوا فيلم The Last of Us. اصل هو برضو هي مش لعبه مسلسل The Last of Us. اصل هي مش لعبه مثلا، هي مش حاجه، مش سوبر ماريو مثلا هيعملوا فيلم. هو اصلا اكشلي هيعملوا فيلم. انا عارف بس مش قصدي كده. انا قصدي ان هو القصه نفسها، هو في حد عنده سكريبت وعنده قصه وعنده كل حاجه. يا جماعه احنا هنعملها فيلم ولا هنعملها لعبه؟ تعالوا نعملها لعبه. انا عارف ان ده طبعا مش شرط البروسيس، بس هي اكنها دي البروسيس. اللعبه اصلا انا بحس ان اللعب هي خطوه متقدمه شويه على الافلام، لان هي immersive. هي مش انت بتتفرج كده والحاجات بتحصل قدامك ما بتتحركش، انت جزء منها. فهي already one step ahead. واللعبه فعلا حلوه فشخ كجيم بلاي وكستوري. هي يعني خطوه مهمه جدا في الناريتيف بيس جيمز عامه. وكان في قبلها انشارتد، وكان في طبعا اللعبه اول لعبه غيرت الحوار ده كله كانت ميتال جير سوليد في اواخر التسعينات، ان يبقى في قصه وفي ناريتيف وكات سينز يعني دي كانت من اوائل الحاجات اللي عملت كده. بس اللي عملوا برضو ذا لاست اوف اس فعلا برضو كانت حاجه مهمه جدا. يعني كل الحاجات اللي عمالين نتكلم عليها دي سواء هاري بوتر او لورد اوف ذا رينجز، في حاجات كده بتعمل نقلات، الحاجات دي فعلا مهمه. ذا لاست اوف اس كانت مبهره بكل الطرق. وخلاص انا مش حاسس ان انا عايز اكتر. يعني تمام هنعمل فيلم، الفيلم ده هنعمل مسلسل، المسلسل ده لمين؟ انا خلاص ما انا شفت. يعني بالنسبه لي الكاركترز دول حقيقيين، وبالنسبه لي فعلا اشخاص حقيقيين. يعني لو حد حصل له حاجه ولا حد مش عارف ايه، انا متاثر وانا الشخص ده بالنسبه لي بجد. انت فاهم؟ وده طبعا في العاب تانية بقى زي جاد اوف وور وزي ريد ديد ريدمشن وبتاع. فالناس دي بالنسبه لي بجد. لو حابب اتفرج على فيلم او حابب اتفرج على مسلسل، هيكون مور اوف ا تريبيوت. انا بسيلبريت حاجه انا عارفها. اصل هو برضو اتس نوت هي مش نوفل او قصه حتى بتتعمل. انا شفت الفيجوالز، انا عارف الفيجوالز خلاص. انت فاهم قصدي؟ يعني مفيش حاجه، يعني I've seen it all. I love how passionate you are. لا I have seen it all. خلاص مفيش حاجه، يعني مش مثلا كلام كان على ورق وانا تخيلته بطريقه معينه يا ترى هشوفه يعملها ازاي. لا، ما انا شفت اتعمل ازاي اوريدي. فانا مش مستني حاجه جديده. وبس انا يعني اللي انا يعني حاسس ان انا هعمله. انا بس عشان بس نكمل الجمله على بعض. هما في الاول بادين اللي هو يا جماعه لا احنا لويال قوي، واحنا معانا الراجل اصلا الكرييتور موجود معانا، والناس اللي عاملين تشيرنوبل وناس جامده قوي وفاهمين هما بيعملوا ايه. بس انا مش عارف هل ده في الاول عشان نقول للناس احنا تمام وبعد كده نهبل قدام، لو بس عشان الناس ما تقفلش وايه ده انتم مغيرين الدنيا، لا ده مش بتعمل كذا والكلام ده. هل احنا بنعمل كده في الاول بعد كده نغير؟ انا اعتقد ان في حاجات اكيد هتتغير. واكيد في اجندز بالهبل يعني كتير. وفي حاجه هبقولها لك يعني بعدين بس مش دلوقتي. بس هل احنا هنغير ده قدام؟ هل انا همايندد وهقعد ادبدب في الارض وبتاع؟ انا قررت يعني ماي ستانس مش هدبدب قوي. يعني مش هقول لا انتوا بوظتوا مش عارف ايه، يعني مش بالحرقه دي. يعني مش هبقى محروق قوي اللي هو انتوا ليه عملتوا كده، ده مش عارف ايه. يا جماعه هي اللعب موجوده والناس ممكن تلعبها وممكن تتخيلها، ممكن تتفرج على الفيلم حتى ككات سينز، تتفرج على اللعبه كلها تبقى مبسوطه. فانا مش في البوزيشن ده قوي. بس بالنسبه لي هبقى عايز الناس اللي ما لعبتش اللعبه زيك مثلا اللي ما جربوهاش، لو انا في حاجه انا حاببها، شوف انا بتكلم عنها باشن ازاي، حابب ان انت لما تشوف بقى اللايف فيرجن منه يكون حلو. انا نفسي تاخد الاكسبيرينس اللي انا عملتها. يعني انا مثلا مهدي انا قعدت اقنعه يلعب جاد اوف وور ويلعب لاست اوف اس ويلعب، واعتقد مش عارف قلت له ريد ديد ريدمشن. هو بالنسبه له مش عايز يلعب اللعبه دي، بس دلوقتي ممكن اقول له اتفرج على المسلسل. فيعني فينجرز كروست. يا رب ما يخيش. بس هو ده
يعني تحس ان هو ده اللي بيمثل التجربه اللي انا عشتها للناس اللي مش هتلعب الحاجه دي او مش انترستد اصلا. فاهم؟ ولكن في شويه حاجات، لا في شويه حاجات مبشره بالخير يعني. تدي تقييم اول حلقه كام؟ اديها مثلا از شو، از شو تحت الشو 100 خط. انا عجبني الاوبننج سين جدا، لان الاوبننج سين ده بيشرح البانديميك حصل ازاي، وده ما اتقالش في اللعبه. بس بس الاوبننج سين حلو فشخ، شبه الاوبننج سين بتاع ايم ليجند. عارف اوكي، بتقول لك وي فاوند ا كيور فور كانسر، حاجه شبه كده شويه. اوكي. فانا عجبني الاوبننج سين جدا. الحلقه نفسها في حاجات اللي هو انا عارف المشهد ده مؤثر وعارف ان هو هيحصل، اول ما شفت انا عارف ان هو هيحصل، عارف ان انا هتاثر واتاثرت. دي حاجه حقيقيه. بس انا برضو زي ما بقول لك انا لسه قاعد بفكر، يعني دلوقتي بقول افكاري بصوت عالي فقاعد بكونها بشكل افضل. فانا برضو مش عارف انا فين، يعني مش عارف انا ايه. بس اللي انا هقيمه كلام مبدئي، كأنا بتفاؤل يعني تروبز انا شفتها وحاجات موجوده قدامي والدنيا ممكن تروح فين، انا اعتقد I can give it مثلا 8 من 10 او 8 ونص قوي مثلا. اوكي. it's a good episode, it's a good first episode. اوكي. في حته انت قلتها دي من الحاجات بقى ايه اللي انا بقعد اسرح فيها ووضيع. انت قلت ان الفيديو جيمز هي خطوه زياده عن السينما. صح. تمام. ويل ميد فيديو جيم او ويل ميد فيديو جيم تبقى خطوه زياده انها اميرسيف. حلو. ما تقعدش تفكر كده وتتسحل ساعات ان ايه الخطوه الجايه عامه في الانترتينمنت البصري. يعني دلوقتي صراحه لو جيمس كاميرون بالخطه، انت شفت اوتار ولا لسه؟ لسه شفت لسه ماشي اوكي. لو جيمس كاميرون مشي بالخطه بتاعته وعمل الاجزاء بتوعه بالجزء الثالث والرابع والخامس وكده ونزلوا في ميعادهم وما تاخروش علينا وبتاع، نوعا ما احنا هنتعود. ان انا صراحه دلوقتي بعد ما خدت تجربه افاتار اكتر من مره والقصه بقت يعني عدلها شويه جيمس كاميرون بقينا ناخد قصه عدله من الافلام دي، ان لا السينما حاجه تانية. انا يعني الستاندرد بتاع تجربه السينما هيترفع عندي. حلو. وفي نفس الوقت لما تشوف مسلسل زي اللي لسه نازل من قريب كلايدوسكوب بتاع نتفليكس، اللي هو بيجربوا حاجه جديده على المسلسل اللي نزل من كام سنه باندر سناتش بتاع بلاك ميرور، في تجارب جديده عماله تحصل للمتعه البصريه عامه. حلو. انت شايف الخطوه جايه راح فين؟ ما انا بس انا اكزامبل زي باندر سناتش مثلا بالنسبه لي انا كواحد لاعب العاب والحاجات اللي عملها خد فيها تشويسز والتشويسز دي اثرت في حاجات وبتاع، فانا كنت اللي هو اتس ا كول جيميك، بس انا شفت فيرجنز احسن منها في الناريتيف بيس جيمز. ف يعني طبعا كانت حاجه اللي هو انا قاعد عمال اجرب الاوبشنز وعلى التلفزيون وبتاع طبعا كده، بس كستوري تيلينج ممكن بالنسبه لناس تانية يبقى ده حاجه ايه ده، يعني ايه اختار في يعني فاهم. ف انا مش عارف، مش متخيل حاجه بعد كده يعني. لا يعني هو قبل كده you have to work with me man. ما انا بفكر، ما انا الحته اللي انا بتسحل فيها في التفكير ان literally دلوقتي you have a cinema camera in your pocket. تمام. البرودكشن فاليو للحاجات المستقله بيعلى كل يوم. فانت يعني السيمبل يوتيوب فيديو بينزل على اليوتيوب ممكن يديلك نفس كميه المتعه اللي شخص في السبعينات كان ياخدها لما يروح السينما. فاهمني؟ ايوه. فالستاندرد بتاع المتعه البصريه عمال مش هقول بيعلى، بيتغير كل يوم. بيتغير يعني التولز اللي معاك فاتحه لك حاجات جديده عمرها ما جت في بال حد. يعني انت قبل كده مثلا انت كنت بتشوف الحاجات البلاك اند وايت، الافلام الابيض واسود، وكانت من غير صوت، وبعد كده بقى في صوت، وبعد كده بقى في الوان، وبعد كده مش عارف عملوا 3D بالظبط at some point، وبعد كده اتقدم فكره المسلسل بقى في مسلسلات بدخول التلفزيون اصلا ان كان في راديو، ما كانش في حاجه اسمها تلفزيون. يعني ايه اصلا اتفرج على حاجه؟ يعني ايه اتفرج على حاجه؟ يعني ايه اتفرج على حاجه؟ انا قاعد في البيت بتفرج على حاجه، مفيش حاجه اسمها كده. وقبل الحاجات دي كلها انت عندك ستيج، انت بتروح مسرح. بس اعتقد لو هو بالتفكير كده ان انت لو احنا اعتبرناها ان هي سنسز بتفتح، اعتقد ان هي حاجات هتبقى بتخش في سنسز مختلفه تماما. يعني فكر فيها ان انت قبل كده كان صوت بس، بعد كده بقى صوت وعينيك، وبعد كده بقى جيم انت حاجه بتحكم مثلا بلمس او بتتفاعل معاها. فكر بعد كده مثلا معرفش حاجه ليها علاقه how things taste. هل انت بتحس بحاجات؟ انت خلاص انت بقيت تحس بحاجات مختلفه اوريدي.
يعني خلاص حاجه بس هل دي لما تطلع بقى هتبقى جيمك ولا هتبقى هي النيو ستاندرد؟ يو نيفر، اكيد في الاول هتبقى جيمك يعني اكيد. كان اسمه سباي كيدز 3 دي ده فاكر واز جيمك فاهم. بس بعد كده لا خلاص في حاجات كتير اتغيرت. بس حاجه زي فيلم افاتار ذا واي اوف واتر ال 3 دي اللي فيه وال 3 دي اي ماكس بتاعه ده مش جيمك، ده لازم ده لازم التجربه بتاعته كده لازم 100%. هل انت تفتكر ان في يوم من الايام مثلا ان مش هنسميه بقى فيلم ولا هنسميه لعبه، لا هنسميه الحق يعني دلوقتي عشان نبسط الموضوع تجربه على الفي ار بس، ان حاجه زي كده ممكن تكون هي الستاندرد الجديد في المستقبل؟ وانا بتكلم في المستقبل يعني بعد 20 سنه ولا حاجه، يعني اللي هو لا انا رايح اعمل مش عارف هيكون اسمها ايه في المستقبل، بس التجربه اللي هو بيسكلي انت هتلبس النضاره الفي ار وتفضل مسحول ساعتين 3 في شيء ما احنا لسه مش عارفين ايه هو الشيء ما. انا دي بقى الحاجات اللي دماغي تقعد تتسحل فيها. ما هي انا بفكر فيها ان هي هتكون ستاندرد جديد او هتكون حاجه جديده، بس اعتقد يعني عمرها ما تبقى الحاجه الوحيده. يعني قصدي الحاجات التانية اكيد هتبقى، اعتقد ان هي هتبقى موجوده يعني. انا مع الناس اللي بيصدقوا ان السينما عمرها ما هتموت. انا اعتقد السينما التقليديه المعنى التعريف الحقيقي الحاجات اللي الشخص زي كوينتين تارنتينو وكريستوفر نولان والحاجات التجربه ان انت تروح تتفرج على فيلم في السينما عادي. انا كنت بقول الجمله دي وبعد كده حصل البانديميك ولقيت السينما دي فانا خفت ابتديت افكر شويه قبل ما اقولها تاني. ولكن لا انا حاسس انه في حاجات هتفضل موجوده، بس الفكره ان هو اصل انا اقول لك حاجه مثلا، ما هو في اللي هو السيميولي اللي هو اسمه ال 4 دي بوكس 4 دي اكس، انا عمري ما دخلته ومش عايز اخش. بس ده حاجه بتفشخ لك كل السنسز بتاعتك مثلا. يعني لو فكرت فيها هي بتشم ريحه وفي حاجه بترش في وشك وفي حاجه بتترج يعني كل حاجه. انا صراحه لسه شايفها جيمك يعني اللي هو لا هي جيمك. لا انا بالنسبه لي انا مش عايز اجربها اصلا. يعني انا بالنسبه لي لو هتفرج على فيلم انا مش عايز اشوفه وانا ما ترجنيش يا عم ايه شويه تعيش فيها كده. فدي بس تو انسر يور بوينت بتامرس يو في الموضوع. ممكن تكون بتامرس، بس ممكن تكون برضو احنا بنعملها عارف اللي هو يلا ندخل الناس يعني محتاجه حسبه معينه. انا بقول لك تعالى برضو انا بفكر معاك. بس تخيل لو الحاجات اللي بتحصل جوه الفيلم، يعني انت بتحاول تعمل لي مزيكا، بتحاول تعمل لي فريمز، بتحاول تعمل لي اداءات، بس انا ممكن somehow with science حاجه بقى بتخش جسمك، حقنه ولا حاجه بتشمها ولا حاجه، هي ممكن تخليك انت من جوه تتغير، احساسك يتغير تجاه الحاجه اللي انت بتشوفها. could be completely different. يعني انت مثلا عايزني اتاثر هنا، مش هتقعد تشغل لي مزيكا وبتاع، انا اوريدي الحاجه اللي انا خدتها دي هي هتخليني زعلان. فانت اوريدي في حاجه بتخليك تطلع انا بحب الكلمه دي قوي، كاثارسيس. كاثارسيس اوكي. كاثارسيس دي لما مثلا انت تبقى مضغوط جدا وتقعد تعيط فشخ او تقعد فاهم تصوت في بتاع ده اللي انت بتخرج التطهير او اوكي يعني. بس ليها معنى، يعني ليها معنى تطهير، ليها معنى تاني اسمه اسهال. بس انا ماليش دعوه باسهال، انا دعوه بتطهير ان انت بتطلع يعني هو تفريغ طاقه، مشاعر جياشه. لا تفريغ طاقه يعني. لما حد مثلا بيبقى رحله معاناه مثلا 20 سنه ويكتب كتاب يقول لك الكتاب ده كان بالنسبه لي كاثارسيس، او بيسموه حاجه كاثارتك، اللي هو انا طلعت فيها كل الحاجات اللي جوايا دي، فضيت كل اللي جوايا فيها، ان انا طهرت نفسي من كل السم اللي جوايا ده. انت فاهم قصدي؟ فممكن هي تكون حاجه اصلا بتغير احنا هاو وي سي ات. يعني هو بدل ما هو يقعد يبقى عايز ياثر فيك من بره، طب ما انا ما اخليك انت تتاثر من جوه. it might be you never know. اوكي تعالوا نشتغل على ده من دلوقتي بقى. ده الفكره مان، ده الفكره ان دايما الناس اللي بيكونوا ايرلي ادابترز بيبقى ليهم بريفليج مختلف كده. الناس اللي بينزلوا جوه اللعبه بدري دايما بياخدوا جوائز كتيره. بس انا عايز اقول لك على حاجه، حوار الجيمز انا اصل برضو احنا لو انت بتحب الافلام وانا بحب الافلام، الجيمز فيها الحته دي، بس اختار جيمز معينه. الجيمز اللي هي هقول لك زي جاد اوف وور، زي ريد ديد ريدمشن، زي ذا لاست اوف اس. ايه رايك في حوار انهم يعملوا فيلم سوبر ماريو اساسا؟ تمام. وكريس براد بتاع بيعمل الصوت وبتاع. هاف فن يا جماعه. تمام. في حاجه انا نسيت اقولها برضو، الحق احنا قلنا ان مفيش ولا فيديو جيم موفي عدل اتعمل، بس في الحقيقه هو في بس هو مش مبني على اي لعبه. راكيت رالف هو ايوه موضوع فيكشنال كامل، بس راكيت رالف is the best video game movie ever حتى الان. ولا سكوت بيلجرام فيرسس ذا ويلد. سكوت بيلجرام no it's not a video game movie. It's a comedy. في منها فيديو جيم. does it count؟ انا اصلا مش فاكر مين جه قبل مين.
بس اكشلي لعبه اركيد كده. لا اللي اعرفه على سكوت بيلجرام ان هي جرافيك نوفل. هي جرافيك نوفل وبعد كده اتعمل بعد كده يعني انا اي واز بلاينج ذا جيم اللي لقيتها نازله على الستور لعبتها اكشلي. اوكي بس ممكن تبقى نازله بعد الفيلم يعني. بس قصدي ان هو لو احنا فكرنا فيها ان هو اكنه فيديو جيم. بس ريكت رالف از اميزنج. انا اقدر اقول لك كده. وريكت رالف 2 كمان المسج اللي فيه كانت حلوه فشخ. طبعا مش زي الاولاني. ريكس ده انترنت بس. لا الجزء الثاني صراحه ما يعليش على الجزء لا مش احسن. بس المسج بتاعت ريكت رالف 2 كانت يعني ماتيور اكشلي يعني في كده في رسائل تحس انها سطحيه اللي هو just believe in who you are وبتاع. بس ريكت رالف 2 يعني سبويلر اليرت انا هقول بس المسج مش هقول حاجه. بس فكره ان انت يعني ما تحاولش تغير الناس او تجبر الناس ان هي تبقى معاك. لا الناس بتتغير وبتبعد. بس يعني ممكن يبقى فيه ود عادي يعني don't resist the growth بتاع الناس اللي حواليك. ودي رسالة ماتيور جدا ولايقة حتى على الأطفال وعلاقتهم ببعض والصحاب مع بعض وبتاع. دي كانت رسالة محترمة جدا من اوكي من I love how you looked at it this way. دخلنا انيميشن اتكلمنا انيميشن دلوقتي على ريكت رالف وبتاع. نروح بقى عند انيميشن بس من ناحية تانية. عارف خلاص من الناس الكارهين جدا لعالم الانمي. مش كاره بس انا اقول لك ماي فيو اوف ات. بص انا ما اعتقدش ان في حد يعني في الوطن العربي ما كانش بيتفرج على سبيس تون وما ما شافش الحاجات الانمي البسيطه اللي في الاول اللي هو البيزكس اللي هي مش انمي لانه الحاجات بتاعت سبيس تون اكيد انا عارف ان هي يعني متفرمطه تماما يعني هي حاجه تانية يعني. هو اسمه سابق ولاحق بس هو مش هو غير اللي انت بتشوفه. اسمه ليتس اند جو. فقصدي الحاجات دي كلها متغيره. وكونان اكيد في حاجات في الكور كستوريز وكقصص الحاجات دي متغيره. انا I'm well aware of that. بس انت متعود شويه على شكل الدراما. ماشي. انا مشكلتي كلها مع الدراما ومع شكل مع هقول لك حاجه عامله ازاي. بيحاول يقول حاجه مش عنصريه. لا مش ايوه حاول يقولها بطريقه مش عنصريه. لا انا شفت اتاك اون تايتن. شفت السيزون الاولاني وعجبني. اقدر اقول لك ان هو حلو. كان في النص بلوت تويست برضو اللي هو يا جماعه انتوا صايعين فشخ. انا عجبني الستوري نفسها. حلو. بس انا اللي انا مش متعود عليه واللي بيأخرني شويه طريقه اللي هو الدايلوجز ما بين الناس والرياكشنات بتاعتهم على حاجات بتحصل. الحاجات دي بالنسبه لي بتفصلني تماما. اوكي. انا نظرتي للانمي عامله زي نظره الناس اللي هم بالنسبه لهم افلام مارفل. يا عم هو الراجل ده قوي ازاي كده ده ضرب مش عارف ايه وراح مش يعني عارف اللي هو النظره اللي هو انا بالنسبه لي خلاص انا بطلت افكر في الحاجات دي. اوكي. يعني ما تقوليش يعني ايه سوبرمان نط والطلقه ما جاتش فيه. ما تقوليش كده دلوقتي احنا أوكي. فيلم رقم 19 فاهم. بس انا عشان لسه في الاول فانا مثلا انا فاكر كان في سين في مش عارف اتاك اون تايتن مش عارف كانوا في حته كده بياكلوا وبتاع ومش عارف الاكل خلص ولا حاجه. ففي واحد عينه كده لقيتها بترغرغ وبيزعق وبيتكلم اللي هو لو I muted what I was seeing وبحاول اتخيل بيتكلموا على ايه. هقول في حد صاحبهم مات في حد مات في حد اتقتل او الاكل اللي كلوه ده مثلا حد اتطبخ مثلا فاهم. اللي هو بحس انه انا مش عارف اترجم قوي انه الحاجات مش مؤثره بس اللي موجود قدامي في اكسبريشنز مبالغ فيها ودي حاجه عاديه. ما هي انا بقولش ان هي وحشه خالص. انا بقول ان انا لسه ما اتعودتش عليها. اوكي. ازاي اتعود عليها؟ ان انا اخد بقى كتير بقى ان انا اخش جامد واحاول يعني ما انشفش دماغي واحاول اشوف حاجات اكتر وبتاع وهبتدي اسخن وهبتدي احس ان الدنيا لذيذه. هي انا اتفق معاك على فكره تقريبا 100% الكلام اللي انت قلته. ليه؟ لان انت ما ينفعش تتفرج. هي الحته اللي انت قلتها دي صح جدا. فكره السسبنشن اوف ديسبيليف. انت لما تروح تتفرج على فيلم في السينما انت عارف ان دول الناس مش حقيقيين بس برضه بيخلوك تعيط. انت لما تروح تتفرج على فيلم مارفل انت عارف ان مفيش حاجه اسمها واحد يطير بس ماشي بتقفل الصوت ده اللي في دماغك عشان تستمتع. الفكره ان برضه مع الانمي اول ما تتفرج على الانمي في برضه صوت ما انت لازم تقفله. تمام. وده بيحصل امتى؟ لما تتعود على بيسموها ايه التروبس بتاعت الانمي. اللي انت لما تتفرج على انميات كتيره تفهم ايه هو التروب وتفهم ايه هو اللي مش تروب. والتروبس ممكن تكون التروبس معناها حاجه بتتكرر كتير. التروبس في عالم الانمي ممكن تكون حاجه ببساطه ان لما حد معصب يحصل عنده 3 شروط كده ودي تتكرر كتير. فانت لما تتفرج وتفهم ال3 شروط دي تعرف ان ماشي ده واحد معصب بنكته يعني المفروض دي ما خدهاش بجديه. تمام. انت شوف لما حد يعيط شلالات
انا فاهم ان دي نكته المقصود هنا ان شوف انا قد ايه افور في الموضوع. انا الحاجات دي انا فاميلي يعني عارفها من كونان ومن الحاجات اللي انا كنت بسابق ولا حاجه. اكيد كان في حاجات كده كتير برضو لما حد بيتقلب ومش عارف ايه تلاقيه بقه كبر قوي وطلع له الحاجات الواو اللي هنا دي. فالحاجات دي انا فاميليار بيها. بس هي الفكره ان انت زي ما انت قلت انت في حاجه بتطفيها، انا دي حاجات تانية خالص يعني. انا اصلا مش لسه مش لاقيها انا بس محتاج الاقيها ومحتاج اتعود عليها. يعني انت بالنسبه لك كأنك بتتفرج على حاجه، يعني مثلا اقول لك على حاجه، اقول لك عامل زي مهدي لما شاف RRR اوكي صح جدا. هو مهدي مش عارف يقفل ايه ويفتح ايه، يعني هو مش فاهم يا جماعه انتوا بتعملوا ايه. بس انت يعني RRR عشان انا اوريدي انا ما شفتلوش اي ريفيوز ولا شفت له اي حاجه، بس شفت الناس بتتكلم عليه يعني بشكل حلو بشكل كويس، والناس بيقولوا ان هو لا استعد ان انت هتشوف حاجه يعني اقفل الديسبليف وكل الحاجات دي. لما انا عملت كده وشفت حاجات تانية ابتديت استوعب فعلا أنا واضح ان في حاجات معينه. اولا هناك في رول انه طالما في حد بيغني ما تقطعوش. ده كده تقطعش الغنى بتاعه. حد بيغني في فيلم هندي اوعى تقطع الاغنيه، اوعى اوكي كده محدش يعرف يقطعه على فكره. عشان الحته دي قبل ما انساها، اللي هو في برضه قواعد في الانمي انت برضه لازم تتبعها تمام. ان مثلا لو حد بيمونولوج او حد واقف قدام الشرير وبيمونولوج، معروف ان الشرير ما ينفعش يهاجمه وهو في نص المونولوج، ما ينفعش تمام. لو حد بيتحول او بيوصل لمرحله تانية لازم الشرير يقف يستنى عشان حاجه اصلا بتحصل دلوقتي. بالظبط الحاجات دي انت لو اتفرج على انميات كتير هتتعود عليها. بس الافلام الهندي اللي انا استوعبته بقى، اللي انا جمعته ليتر الافلام الهندي عندهم حاجه. اولا هناك الرولز كلها مختلفه، مش رولز فيزيكس، مش قصدي فيزيكس، كل حاجه هو برضه الفيزيكس مختلف كده يعني قصدي ده الاوبفيوس بس قصدي ان كل حاجه مختلفه. اولا هناك طالما الشخص ده كويس ومحبوب هي اوتوماتيكلي في سوبر باورز. اوكي ده كده ده خلاص يعني، ده خلاص الشخص ده ايه ده، الله ده راجل خير، ده مش عارف ايه، ده ملك طيب، ده مش عارف، ده راجل بيعمل الخير وبيحب الناس وبيساعد الناس، اكيد عنده سوبر باورز يعني. اصلا ازاي يعني صحيح ده حتى ما يبقاش عدل يعني ماشي. تاني حاجه واتس كول بالنسبه لهم is not what's cool بالنسبه لنا. ودي حاجه لازم بجد دي اهم، دي ما تفكرش فيها خالص. يعني في شوتس كده اللي هو حد ماشي وسط النار وبتاع، ده بالنسبه لي عارف بوستر مطبوع على هودي بيتباع في حته شعبيه، عارف الحاجات اللي هي ما تنفعش، صوره محطوطه عند محل بلاي ستيشن، حاجه مش روشه خالص، عارف التشيب فوتوشوب مثلا. أي. ميسي هو بيشوط حاجه وتلاقي الكره فيها نار وحاجات اللي الحلاق يحط صوره كريستيانو مثلا اللي هي حاجات كده هي لقيتها صوت كريستيانو، هي الحاجات اللي حواليها بقى الكره بالجون بالشبك يعني في كومبوزيشن كده معين بالنسبه لنا احنا كرينجي يعني بشكل غير طبيعي. بالنسبه لهم ده بيك البيك يعني، ده فاهم، ده يعني ده شوت فاهم اللي هو بتاع الطياره بتاع اسمه ايه دانكرك مثلا، لما كانت الطياره والعه والراجل واقف بظهره بتاع، اللي هي حاجه كده فاهم اللي هي لا لازم تنسى كل ما تعرفه عن واتس كول اند واتس نوت. يعني هو لما يعمل الحاجه دي حاجه اكيد هتبقى ليم قوي، لا هي مش ليم قوي. ايه ده هو عمل حاجه دي، هو كده المفروض حاجه دي حاجه كويسه، حاجه كويسه هو كده، انت فاهم. ايوه بس برضه ما تعريف الكوري يختلف من ثقافه لثقافه. ما هو هناك انت لو انت بس عرفت تستوعب يعني مثلا هقول لك انا اتفرجت على افلام كوري لا قريبين من بعض شويه وقريبه من هوليوود شويه. واتس كول او الشوت اللي نقدر نقول عليه شوت كول يعني او فريم كول، في حاجات سيميلر من السينما الاوروبيه. اوكي الهند از اون اور فاكينج ليفل دود. لما مثلا في فيلم يعني انت تخيل مثلا في فيلم ذا هيتفول 8 بعد ما الفيلم يخلص يطلع تارنتينو ويسلم على الناس. أيوة انت لك ايه الهبل ده، ما ينفعش. لا انت تخيل ان بعدها اصلا لا هو في ميوزيكال اصلا يعني، هو سامويل إل جاكسون بعد كده قاعد يعمل كده ماشي، وبعد كده كوينتين تارنتينو بيطلع ويسلم على الناس كده حاجه زي كده والنبر مسدسات في الهواء والنبر وورك. بس في توليوود الفيلم زي RRR ده دي حاجه سوبر كول. ايوه سوبر كول. ايوه السينما اصلا هناك انت لو شفت الفيديوز اللي متصوره يا جماعه، الناس كانت بتعامل RRR كأنه اند جيم والله العظيم كمان. ايوه هناك الناس كانت بترقص يعني، قامت وكانت بترقص الرقصه بتاعت ناتشو في السينما، والراجل اللي هو بتاع اللي هو RRR اسمه RJ دانجولي حاجه زي كده، مش فاكر اسمه، بس اسمه راجو، مش فاكر البتاع. هو اصلا RRR انت عارف الاسم الممثلين الاثنين بيبداوا ار برضو والمخرج كمان وده كان زي كود نيم كده عشان الناس ما تعرفش البتاع ده اسمه ايه.
وبعد كده خلاص تعرف ان هو قال رئيس ريفولت مش عارف مين، ها يلا حلوه دي يلا. برافو عديها فاهم. فهو الراجل لما طلع في الاخر مخرج طلع في الاخر الناس كانت بتسقف فشخ. كان الراجل هو باتريك اشوي الراجل لقيت الناس بتسقف انا ما كنتش عارف مين ده اصلا. انا قلت ده هو في ايه بيسقفوا له اكنه فاهم بلاك بانثر في اند جيم لما طلع وكونفيتيز بقى في السينما وبتاع اللي هو مفيش حاجه اسمها كده. فهم يعني فعلا وده انا بالنسبه لي انا شفت ده كأنه حاجه يعني انا استمتعت بيه جدا. انا عينيا اتفتحت على العالم اللي هو برضو في متعه كده تحس ان انت العالم مش انت السنتر اوف ذا يونيفرس. بالظبط والحلاوه الانترتينمنت عامه ان كل حاجه مفتوحه قدامنا من كل ناحيه. دي حاجه مان كنز موجود. زهقت من افلام الكوميك بوك طز فيهم روح اتفرج لك على انمي فاهمني. زهقت من الفيلم الافلام اللي بتنزل في هوليوود اللي تبع هوليوود كل شويه عمالين يحاولوا يبداوا فرانشايز اسحب عليهم شوف لك غير زهقت من مسلسلات نتفليكس. لا برضه ما تروحش تتفرج على مسلسلات مصريه. لا مش هتروح تتفرج على مسلسلات مصريه. لا كمل. المهم برضه ما تحاولش ان انت تغير الموضوع. ليه ما تتفرجش على الانمي؟ ما انا قلت لك انا عندي مشكله شويه كنت يعني مش عارف اندمج قوي. وبعدين ازاي ما كملتش اتاك اون تايتن يا راجل حرام عليك. انا لا بس انا عشان كان يعني تاريخ بيتكتب دلوقتي. ما انا عارف انا بس عشان لسه متاخر شويه وكنت بقى يعني في الوقت اللي انا كنت اتفرجت عليه اتاك اون تايتن كانت الدنيا زحمه قوي وده انا عرفت ادخله كده في النص فاهم احشر الدنيا بس ما لحقتش اكمله يعني. بس انا ما عنديش مشكله اشوفه يعني. انا لو خدت قرار انا اشوفه انا ما عنديش مشكله. مش لو لا يا عم والله تاكلوا اكل والله انا عارف. شوف حلقه لاست اوف اس اللي انت لسه متفرج عليها تكون خلصت 4 حلقات اتاك اون تايتن. انا عارف والله الدنيا بتجري وكان في فعلا يعني دي لا تعني لك شيئا. لا للاسف. هو ده مش سمايلي فيس. عيب مش عيب اللي انت بتقوله ده عيب. ودي لا تعني لك شيئا. لا خالص. ايه ده بتعني ما بتعنيش حاجه خالص. لا حرام عليك مان في حاجات كتير بس لا ماليش. بس انا هقول لك يعني برضو الواحد عامه يعني اتعلم ده مع الوقت ان هو فعلا ما يقفلش دماغه يعني. يعني انا ما اقدرش اقول يعني انا لما حد يقول لي لا يا عم لا هم هيبطلوا يعملوا افلام مارفل دي يا عم هو ايه القرف اللي هم يعني ما تقفلش دماغك يعني. حاول يعني انا هقول لك انا بعد ار دي كنت عايز افتكرها. انا شفت عايز اشوف حاجه تانية زيه اللي هو انا اي نيد سم مور. فاتفرجت على فيلم اسمه باهوبلي ده على نتفليكس بارت 1 وبارت 2. ده اللي هو فيه المشهد بتاع المنجنيق وهو بيترمي. حكيت لك عليه. الفيلم ده ملحمي بشكل غير طبيعي يعني. انا مهما حكيت لك انت مش فاهم انا شفت ايه ومش فاهم اصلا. واكشلي ستوري تيلينج وايز على فكره ار ستوري تيلينج وايز هو حلو يعني. في تويست معينه دي لو كانت معروفه من الاول كانت هتبقى اكسبيرينس تانية خالص. انت لغايه نص الفيلم انت في حاجه في دماغك ومقتنع ان احنا هنكمل كده. فجاه قال لك لا على فكره اللي انت فاكره ده مش صح. هم عندهم الحاجات دي. هم بيعرفوا يحكوا قصص عشان واخدين راحتهم. انا ملاحظ برضه دي في السينما الهنديه مطولين شويه واخدين راحتهم جدا. فيلم ار لحد لما الشاشه بتاعت التايتل بتاع الفيلم نزل كان عندها 40 دقيقه 40 دقيقه وبعد كده didn't know انت بتتفرج على ار نبدا الفيلم. كمل الموضوع بتاعنا. باهوبلي القصه محكيه بطريقه اللي هو احنا حكينا القصه في بدايه الجزء الاول ده نص القصه وعشنا الجزء الاول تقريبا كله يعني قعدنا حته وبعد كده عشنا الجزء الاول ده كله فلاش باك وخلص في بوينت مهمه في الفلاش باك. ابتدينا الجزء الثاني بنكمل الفلاش باك وبعد كده رجعنا لبقيه الجزء الاولاني ده. يعني مش حاجه سيمبل. مش اللي هو خدت الدنيا من الاول خالص حصل كذا وحصل كذا وبعد كده حصل كذا. لا انت بتحكي قصه. تحس ان هم يحطوا فيس كامله بتاعت مارفل في فيلم فاهمني. فيس كامله بتاعت مارفل في بس باهوبلي لا وفيها اغاني فاهمني. ليه لا كان في لا واكشلي انا عجبني كل حاجه يعني. انا عجبني الفيلم عجبني انا القصه فعلا عجبتني يعني. فكره حاجه شويه شبه لاين كينج فيها ريفنج ستوري اوف سام سورت وفي نفس الوقت لو هو اسك لو كانت حكى من عادي ما كانش هيبقى حلو كده. بس يا جماعه انتوا بتعرفوا تحكي قصص فعلا يعني. يعني اكشلي هو مش مجرد السطحيه بتاعت افلام اللي هي ده يا عم ده فيلم هندي يا عم ده هيروح لا احنا فعلا عندنا قصه بنحكيها والجزء الاول بيخلص يعني بكلايماكس رهيب يعني. دي فعلا ده نص القصه. يا ترى ايه اللي هيحصل بعد كده. انا اي لاف الطريقه اللي انت قلتها ان هم فعلا عارفين يحكوا قصص. انا القصه فعلا هتلاقي بس للاسف الجزء الاولاني بس على نتفليكس. كده اروح حاول تتفرج عليها سهل بطريقه قانونيه اكيد.
على حوار فعلا بيعرفوا يحكوا قصص. انا شايف ان دي الحاجه اللي بتخلي ناس كتيره تخاف ان هي تدخل جوه عالم الانمي، بس ما يكونوش ملاحظين الكنز اللي فايتهم. لان كمن ناحيه حكايه قصص it's completely different. مفيش اي حاجه شبهها، مفيش اي حاجه شبهها. طبعا مش هحرق لك اتاك اون تايتن، بس انا شفت في الجزء الاولاني سيزون 1 في اتاك اون تايتن انت لا تعلم كان في شيء. حاجات، ما انا عارف انا لا تعلم شيء، لا تعلم شيء ايمان يا الله. من اللي انا شفته انا ما بحبش جو اللي هو it's not traditional. لا مش traditional خالص. بس ما بحبش جو اللي هو لا اصل ده ما فيهوش بلوت تويست. لا انا مش بحب السكه دي. بس بحب اللي هو الواتشنج اكسبيرينس نفسها. انت بتحاول تقول لي كم المعلومات اللي انا محتاج ابقى عارفه دلوقتي علشان المتعه بتاعتي تبقى في اعلى ليفل. انت بتحاول تكيبني على طول انترتيند، فانت بتعرف تنقي امتى تحط لي حاجات. يعني لو احنا يعني ما اعرفش لو احنا هنحرق سيزون 1 من اتاك اون تايتن لا عادي. بس الحته عارف سيزون 1 اتاك اون تايتن نزل امتى؟ 2013 زمان. انا كنت في الجامعه وقتها. انا فاكر يعني مثلا لما كان اسمه ايرن ييجر، ايوه، لما تعض ودخل جوه انا قلت يا لهوي انتوا بقى هتعملوا فيها فيلم سايكو بقى، فاهم؟ اللي هو احنا هنكمل مع حد تاني وبتاع. خلاص ماشي، لو هو ده الانمي بقى اللي بتقولوا عليه الناس كده تمام. وبعد كده فجأة what the fuck just happened؟ ايه ده؟ فاهم؟ والدنيا تقعد بقى، فاهم ايه؟ لا مفيش، انا ماسك نفسي بس. طيب خلاص ان الدنيا عماله فاهم تزيد كده، وبعد كده يظهر تايتن جديد تقول اوكي defeating him would be easy وبتاع، بعد كده يطلع عنده حاجه انت اصلا مش متخيلها. يا جماعه what the fuck is going on؟ وبعد كده حد تاني يظهر تقول اكيد هيعملوا فيه كذا، بعد كده لا the rules has changed، انا غيرت الرول، انا عارف انا الفت قاعده، فاهم؟ انا خايف انا حاسس ان انا المفروض اسكت لا هو بس اللي هو فايتني كتير. انا مش ما بلاش طيب علشان بجد انا شكلي عبيط للناس اللي شافت اتاك اون تايتن، فانا عبيط من اكتر الحاجات الوحشه اللي اي حد ممكن يعملها ان هو يحرق حاجه ليها دعوه باتاك اون تايتن، او يحرق حاجه ليها دعوه اقول لك ليه من الناحيه دي. لان سهل ان انت ما تحرقش فيلم، سهل للفيلم هيخلص في قعده واحده خلاص. سهل ان انت يعني سهل ان انت ما تحرقش حاجات كتيره. الفكره في الانمي ان لو انت حرقت حاجه هيبوظ رحله. اتاك اون تايتن ده رحله 100 حلقه هتاخدها كامله، لازم تاخدها ال 100 حلقه كده اهو على روقان. ولو اي جزء من الرحله دي باظت عليك انت دلوقتي هتفضل قاعد متفرج الرحله كامله وانت طب امتى بقى الحوار ده حصل؟ من 2013 انت مثلا لو حد بوظ لك البتاع اللي في الاخر، انت 10 سنين من حياتك راحوا هباء مثلا. عشان كده is good بس ماما that's all. في حاجة تاني شغلة دماغك عايز تعلقها، خاصة يعني ان انت منعزل بقالك فترة؟ لا ايه الحاجات اللي تخليك ترجع تعمل فيديوهات اسبوعي بقى عشان تتكلم جوه؟ لو فعلا حاجة شداني، انا على فكرة طارق ريفيوز علشان انا كنت بنزل حلقة واحدة في الاسبوع، فانا كان عندي البريفليج ان انا بنقي الحاجة اللي انا بعملها. يعني مش ان مثلا كل اسبوع مثلا بينزل 3 افلام، في ساعات مثلا تلاقي 4 افلام نزلوا مع بعض مهمين، كلهم مهمين وعايز اتكلم عليهم كلهم. انا عشان عندي يعني سلوت واحد بس، فبختار اكتر حاجه موست لايكلي هتعجبني واكتر حاجه عايز اتكلم عليها. وانا لما فعلا حاجه بتعجبني باشن بيبان عليا فشخ فانا بختار كده. عشان كده لو لاحظت على الشانل هتلاقي معظم الريتنجز قريبه فشخ من بعض. يعني هي بتلعب في 7 في 8، لو حاجه اقل شويه هتلاقيها 6، لو حاجه وحشه فشخ وعارف ان هي فاهم، لو في افلام انا عارف ان انا هسف عليها نسبه كبيره، وفيها حاجات ماستر بيسز، بس قصدي معظمهم في الافريج لانه اوريدي خلاص انا نقيتك، فانت اكيد لو هياخد من وقتي فانت اكيد مش فيلم واقع يعني، فاهم؟ وعلى ما اصلا على الاسبوع اللي بعده هيبقى في حاجات تانية جت، فلو حاجه مهمه نزلت هاخدها الاول، فيبقى الفيلم اللي نزل من 3 اسابيع اللي بعده فما يبقاش عليه هايب قوي وهكذا. فانا الموتيف بتاعي كان ان في حاجه حلوه انا عايز اتكلم عليها. انا ارى ان يكون حاجه جامده جدا للعوده باتاك اون تايتن بدخول بس انا هلحق اوصل له؟ انت هتلحق توصله بسهوله كمان. ده 100 حلقه. هو لسه ما وصلش 100 حلقه انا قلت 100 حلقه دي اول مره، بس هو لسه ما وصلش 100 حلقه. طيب ومش لا هو ممكن يوصل 100 حلقه بس هو خلاص يعني. بس هو الحلقه مش طويله، الحلقه يعني 20 دقيقه يا رجل، 20 دقيقه مستخسر 20 دقيقه يتاكلوا اكل يا الله. هحاول ان شاء الله. وبس بس هنقفل دلوقتي التسجيل. اعمل باي باي